الجوله الثانيه بزغبه في حراسه المرمى. زيتي كظهير ايمن، شباب قسنطينه دائما بالرحماني في حراسه المرمى، بن عياده بن شبيب مع روسي زيرارا وعبد الهيبه. هل ستكون حامله من جانبه؟ ولكن شباب قسنطينه انطلق عن طريق بالخير، ولكن تدخل فاشل. ننتظر من سيسدد زيرارا فقط مباشره بالحارس بصعوبه الى الركنيه، لكن ينفذ بسرعه، ينفذها بالخير ناحيه رفيقه، تعاود ترجع لها رفيقه، ينتظر قليلا، يوزع العرضيه في القائم الثاني، راسيه من ممتازه جانبيه، ضربه راسيه ممتازه. معركه في وسط الميدان بين الفريقين، جابوا يغطي كورته يمر، جابوا اللي يمر يحافظ على كورته، تبقى عنده الكره امام مجموعه من اللاعبين ما يمرش، رفيقه داخل منطقه العمليه صعب وركني، وبالخير ينفذ كورته راسيه منه الحارس ممتاز، الحارس ممتاز قبل ان يصل عليها عبيد محمد العمري مباشره، والحارس تغضع في انتظارها مباشرة بين أحضان الحارس أمام مجموعة من اللاعبين. مطر العودة لزيتي، مراوغة ممتازة من زيتي أمام بزاف إلى يوصل كورتو اللي جابوا طلق زيتي أيضا، حط كرة ناحية حدوش، سدد حدوش ممتازة فوق الإطار، ممتازة التصويبة من حدوش. زرارة في وسط الميدان يلعب كرة مع بزاز، ممتاز بزاز، هل يسدد بزاز؟ يسدد وسهلة للحارس. البحث عن رأس عبيد، المتابعة الرأسية، والحكم يقول في خطأ. بالفعل كان فيه دفع على لاعب الوفاق، مصلحة الوفاق في الشوط الثاني مرفوعة داخل منطقة العمل. الحكمة الشباب عبيد ورتو هذا ناحية سيسي، ينطلق سيسي، راح سيسي، انطلق سيسي أوه بعيدة من سيسي. كان لولا العودة الموفقة لدفاع الوفاق تبقى لمصلحة الوفاق. كرة الساخ ناحية جانيد اللي لعبها مع بدران، كرة طويلة من بدران ناحية رفيقه زيتي في وضعها جيدة، يروض الكرة ثم يمررها ناحية جابو، انطلق جابو في رتم المضايقة، جابو حط كرة ممتازة بالخطأ بن عياد أمامنا على الصورة، يباغي حارس ويوقع الهدف الأول لمصلحة الوفاق في كرة مرتدة سريعة جدا من الوفاق، وبكرة بالخطأ من بن عيادة يتمكن من مباغتة حارس رحماني ويوقع الهدف الأول لمصلحة الوفاق. وفرحة لعناصر الوفاق ولأنصار الوفاق. هذه هي المرتدات التي تحدثنا عنها، ويتأسف بن عيادة حسين على الخطأ الذي ارتكب. نشاهد انطلاقة سريع جدا، اللاعب بكير هو الذي مررها، وقبل أن تصل الكرة أو بكير هو الذي انطلق، وزع ناحية زاوية تكون واسعة جدا لضرب الكرة، أما استعماله للرجل اليمنى في تسديده والحارس زغبة بصعوبة إلى الركنية. شوف هنا التسديدة قوية جدا، والحارس زغبة جيد يعني في كل الأطوار، ولكن ينخفض الريتم نوعا. الحق عليها اللاعب خروجها، كنت أعتقد أن كرة عبود خرجت إلى تبقى داخل منطقة العمليات وتدخل الحارس. من جانب عناصر الوفاق اللي يحاولوا أنهم يخفضوا المستوى في الوقت المحاولة من اللعب بالخير، ولكن سهل. كرة طويلة أمامية داخل منطقة العمليات وخروج من زغبة مصطفى يتألق، ارتقاء جيد من حارس. كرة ثابتة مقوسة ورحماني ممتاز رحماني في هذه الكرة الثابتة من حدوش، ورحماني يبعدها إلى الركنية. كرة عابرة للدفاع ورحماني تنفيذ الركنية. حدوش رفع كورته وفوق الإطار. كان شباب قسنطينة أدى مقابلة كبيرة. نعم أداء سواء الشباب والوفاق. فريقات. لا الخطأ الذي ارتكب الهدف التعادل بالفعل. هدف التعادل خطأ. لا ماذا فعل زغبة أمام اللاعب عبيد؟ ماذا فعل زغبة؟ لعب بالنار، وتمكن هذا اللاعب من تعديل النتيجة بعد خطأ فادح في دفاع الوفاق. شباب قسنطينة يعود في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة ويتمكن من تعديل النتيجة بعد خطأ فادح في دفاع فريق الوفاق. شباب قسنطينة يتمكن من استغلال هذه الهفوة، وكأن الهدفين جاء من خطأين في الدفاع بعد خطأ من اللاعب بن عيادة. الآن زغبة الذي أخطأ ومنح فرصة لشباب قسنطينة لتعديل النتيجة. نشاهد الإعادة ماذا فعل. لم يراقب ولم يروض الكرة كما ينبغي،
اقتنصها اللاعب عبيد عن محمد امين، انطلق وتمكن من تعديل النتيجه. ربما نتحدث عن الخطا رشيد اكثر من نتحدث عن الهدف بطبيعه الحال، يعني الخطا فادح. الحارس كان يعني بعيد كل البعد عن اي ضغط. العمليات بالفعل طويله داخل منطقه الحارس زغبه، من يتمكن منها الدفاع والذي يتمكن التسديده والهدف الثاني. لا 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 الهدف الثاني لشباب قسنطينه، الهدف الثاني. لا 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 ماذا حدث من اللاعب عروسي هو الذي سجل الهدف الثاني. مباراة اشتراكية، مباراة مثيرة مثيرة مثيرة، مباراة عالمية. هكذا هي مباريات الكبار، هكذا هي مباريات الكبار. شباب قسنطينة في الوقت البدل الضائع يتمكن من تسجيل هدفين كاملين. مباراة غريبة الأطوار صراحة، بطبيعة الحال مباراة كبيرة من جميع الجوانب، ولكنها غريبة الأطوار. سنشاهد الإعادة، كرة طويلة على الطريقة الإنجليزية قلت، بعد الكرة من الدفاع في استقبالها المدافع عروسي يتمكن من مباغتة الحارس زغبة وإضافة الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت البدل الضائع. نشاهد الإعادة، إبعاد الكرة اللاعب عروسي وحده. هنا خطر آخر في المراقبة، يبدو لي الكرة اصطدمت بالدفاع وباغتت الحارس زغبة. ومباراة غريبة الأطوار من الحوالات الأخيرة من جانب الوفاق، ثم الانطلاقة من أبو قران تبقى لمصلحة الوفاق. اللحظات الأخيرة حط كرة ممتازة داخل منطقة العمل لمصلحة الوفاق، والحكم ماذا قال؟ كانوا أنه يعود في أي لحظة من لحظات أطوار المقابلة. والحكم الحلالشي يعلن على نهاية المباراة بتفوق شباب قسنطينة بهدف لصفر، أو بهدفين لهدف، بعد ما كان منهزم في